انا عندي فولورز بس مش عارف اعمل فلوس. مش كل الناس المشهوره عارفه تعمل فلوس، لان هو دخل السوشيال ميديا عشان عيل شبطان في الشهره، عايز ابقى مشهور عايز ابقى مشهور، فقفش في الكلمه، فاشتغل كويس جدا وبقى مشهور كويس جدا وفي الشارع منتشر. البنك اكاونت بتاعك عامل ايه؟ ولا حاجه، لان كل همه ان هو ايه، عايز يزود في اللايكات او يزود في الكومنتات، وصل اللي هو عايزه. بس بيجي عند حته الكونفرجن، ان انا احول الفولورز دولت يكونوا باير، وان انا اعمل بيزنس واعمل فلوس، ان السوشيال ميديا بيعطل. فمن كل 10 مشاهير في 2 بس قادرين فعلا يعملوا فلوس. لازم وانت شغال على السوشيال ميديا وان انت بتشتغل على ان انت عايز تكون مشهور في المجال بتاعك، لازم تدرس بيزنس. ان انا هعمل ايه لما اكون مشهور؟ هعمل ايه بالشهره دي؟ هعمل ايه بالمليون متابع اللي عندي؟ لازم يكون عندي باك جراوند بيزنس. انا مش داخل عشان اجمع لايكات وفولورز، مش هدفع ايجاري باللايكات وبالفولورز، مش هفتح البيزنس بتاعي باللايكات والفولورز. لازم يكون عندي البيزنس الخاص، ان انا استغل او استخدم الشهره دي ان انا ابني في البيزنس بتاعي. عشان كده بتلاقي في ناس مشاهير وعندهم ارقام حقيقيه، وفي الشارع الله اكبر مكسرين الدنيا، بس بيزنس وايز مش قادرين يعرفوا الاكتفاء المادي او يوصلوا للحريه الماليه بتاعتهم. لان هو ذاكر جدا وطور من نفسه از كونتنت كريتور، بس نسي ان هو يطور من نفسه از بيزنس مان. وده اللي انا شبه بلاقيه كل يوم. بيجي لي ناس كتير واقفه، انا عايز اكون مشهور، انا عايز اكون مشهور في المجال بتاعي. طيب وبعد الشهره دي هتعمل ايه؟